عيان ممكن يجي لك تقول له انت خلاص احنا محتاجين ان احنا نزرع، يقول لك طب انا هطلع بس المصيف، اقعد في المصيف كده واجي لك بقى بعد المصيف نزرع براحتنا، فيأخر 3 4 شهور. والثلاث اربع شهور يجيبوا 3 4 سنين. مثلا التأخر ده كارثه. طيب هو دايما معظم البيشنتس اللي بتيجي خلع من زمان بقول لهم يعني اتس تو ليت، يعني انت بجد جاي متاخر. ودايما في طب الاسنان كل ما بتلحق مشكلتك بدري كل ما بتصرف اقل، وكل ما الحاجه بتعيش معاك اكتر. كل ما بتروح متاخر كل ما بتصرف اكتر، والحاجه مش هتبقى الريستورابيلتي او الاستدامه بتاعت لو انت كنت لحقت المشكله في ايه في اولها. الريستوريشن معناها استعاضه او ان انا ارجع الحاجه ان انا ارجع الحاجه لوضعها الطبيعي قدر الامكان. طيب المريض لو جه متاخر ففي الغالب هيبقى حصل نسبه ضمور في العظم، فانا بقى العظم عندي سمكه اقل من اصغر زرع عندي، فلو جيت احط الزرعه مستحيل ان العظم يكون مغلفها من كافه الاتجاهات، فهيبقى فيها جزء مكشوف. الجزء المكشوف ده يعني احنا دلوقتي لو بنشوف مع بعض هنحط الزرعه بتاعتنا، بعد ما نحط الزرعه هنلاقي في مشكله ان الزرعه مش توتالي كفرد بالبون، يعني هي اتحطت اهو الجنب اللي ظاهر ده مش متغطي. في الحاله الزرعه دي بعد فتره هتلوز وهتقع، فلازم في الفتره دي احط زراعه عظم. طيب زراعه العظم طبعا اجراء اكتر، تكلفه اكتر، وكل ده بسبب تاخير البيشنت اللي لو كان جه بدري كان هيبقى الموضوع في منتهى البساطه. طب هل ممكن اتغاضى عن زراعه العظم في حاله الضمور؟ مستحيل، لان كده انا لو الزرعه المفروض تعيش معايا مده طويله جدا وده الطبيعي بتاعها، فهي هتعيش مده اقل بكتير. بعد ما بنزرع العظم بنستنى نفس الفتره بتاعتنا برضو، وفي النهايه بنحط الايه التركيبه النهائيه. اذا ما ينفعش ناجل في موضوع الزراعه. دايما افضل وقت للزراعه ان انا الخلع. اشيل احط تشيل احط الزرعه، اشيل السنه المتهالكه اللي ما عادش ينفع اعمل لها علاج جذور واحط الزرعه بتاعتي.